السلام عليكم، إزيكم؟ أنا يوسف. أنا قُلت في أول حلقة إن إحنا نتكلم عن الmindset شوية وهنعتبرها دردشة أكتر، ما حبيتش إن إحنا نفتح الdashboard وندخل على طول، بحيث لو حد لسه آآ مش familiar بالdashboard ما يحسش كده إن الدنيا technical جامد مرة واحدة. إحنا في الأغلب هيكون جزء dashboard وجزء دردشة أكتر، مش هنكون كل الحلقات dashboard ده بنسبة كبيرة. طيب أول حلقة أنا حبيت نتكلم عن الmindset بالتحديد لإني شايف إن هي خصوصًا في مجالنا مش عارف الصراحة في المجالات التانية برضه نفس المشكلة والّا إيه، بس خصوصًا في مجالنا باحس إن هي بتقلب آآ next publish يالّا بينا، يعني دي بالتحديد يمكن أنا قُلتها كده عشان الcampaign معظم شغلنا، ولكن اللي هو مش بنشغّل عقلنا. طيب برضه معناه إيه الكلام ده؟ يعني مثلًا مؤخرًا ChatGPT بقى بيساعدنا في حاجات كتيرة جدًا، ده لو ما كانش كل حاجة يعني، دي حاجة كويسة، ولكن مش هاخد اللي ChatGPT بيدّيهوني أو غيره وأpublish، دي كده لمسته هو، فين لمستك أنت أو فين لمستي أنا؟ لإن ببساطة لو أنا باستخدم prompt معيّن وادّيته ل5 من صحابي، هو هيدّينا نفس الأفكار أنا وال5، طيب فين لمستنا؟ ما فيش أي لمسة. طيب عشان كده إحنا المفروض دايمًا نفكّر، في حاجة من الحاجات اللي أنا هاشاركها بدري بإذن الله، إحنا عارفين دايمًا كmedia buyer إن الCTR عامل مهم أوي، دي نقطة كويسة إن هو دايمًا عايزين نخلّيه عالي. طيب إيه رأيك إن إحنا هنشارك من أوائل حاجاتنا CTR ضعيف، أقل من 0.5% بنتايج كويسة جدًا؟ مفاجأة، مضبوط، فعلًا هي هتكون مفاجأة. طيب ليه برضه بنقول حاجة زي كده؟ حاجة من الحاجات اللي إحنا بنخلّي بالنا منها والمفروض يعني نكون بنخلّي بالنا منها، إن إحنا زي ما بنبُص على الdashboard قدّامنا، نكون برضه بنتابع الدنيا برّه فيها إيه، لإن الCTR ممكن يكون وِحِش، ممكن الCPM يكون غالي، ممكن تكون الدنيا مش أفضل حاجة، ده ممكن، بس الدنيا برّه كويسة والّا لأ؟ لإن المفاجأة من المفاجآت زي ما قُلنا إن إحنا ممكن الdashboard تقول لنا إن الدنيا مش كويسة، ولكن برّه العميل مبسوط جدًا، ودي بالنسبة لي أهم من جوّه، أهم من الdashboard. إيه الدليل على الكلام ده؟ الدليل على الكلام ده إن أنت لو جايب CTR ممتاز وCPM ما فيش أحسن من كده، وكمية leads qualified جدًا، وفي الآخر العميل قال لك أنا ما قفلتش deal أو الدنيا بالنسبة لي مش كويسة، فأنت كل ده حلو، ولكن تركنه دلوقتي على جنب، لإن هو ما عملش الهدف النهائي للعميل، فعشان كده برّه أهم من جوّه. نقطة من النقط فعلًا اللي بتفرق معانا كmedia buyers بالتحديد هي إن إحنا أحيانًا بنركّز على الdashboard بس، وبنتغاضى تمامًا عن برّه، دي حاجة مش صح بالمرّة طبعًا. طيب برضه كmindset زي ما كنا بنقول، إحنا محتاجين نفكّر أكتر إيه المشكلة، أو بمعنى أدق هي المشكلة دي فعلًا لازمًا تتحل من هنا والّا ممكن تتحل من برّه؟ على سبيل المثال، حاجة من الحاجات برضه اللي إحنا هنشاركها بإذن الله قريب، إن أنت ممكن تعمل duplicate للcampaign وبعد ما تعمل duplicate للcampaign فقط تطلّع لك نتايج تانية خالص، دي حاجات إحنا عارفينها، ولكن هل فعلًا هي بتطلّع نتايج مختلفة خالص عشان دي مشكلة في المنصة، أو إحنا عارفين إن الفيسبوك نتايجه مش أحسن حاجة عشان الalgorithm وما إلى ذلك لحد ما نوصل له يعني، ولكن هل فعلًا ده عشان فيسبوك؟ إحنا دلوقتي هندخل في نقطة تانية على الأغلب، بس الفكرة هل ده فعلًا عشان فيسبوك؟ طيب لو خدت الcampaign أو عملت campaign على تيك توك، ودي حاجات إحنا هنشارك فيها أكتر لإن الحمد لله خبرتي فيه كويسة جدًا في الحتة دي، فهيكون معظم مشاركتي من خلال تيك توك، ولكن عملنا الcampaign اللي بنقول عليه على تيك توك وعملنا لها duplicate بنسبة كبيرة هتطلّع برضه نتايج مختلفة. طيب هل برضه ده عشان تيك توك لسه ما نوّرتش في حاجة؟ طيب لو رُحنا الإنستجرام أو حتى جوجل، طب نعمل حاجة أحسن، نعمل campaign email marketing ونطلّعها، وزي ما هي مطلّعها مرّة كمان على نفس المنتج، هل هتطلّع نفس النتايج، نفس الأرقام، نفس الCTR، نفس كل ده؟ الإجابة لأ. طب كل ده ما نوّرش معاك في حاجة؟ توفيق ربنا في الأغلب اللي إحنا كلنا تقريبًا بننساه وأنا أولكم، أحيانًا لمّا بيكون معانا data كويسة، عامل campaign جوجل كويسة جدًا وجايبة نتايج كويسة ومعايا analytics ما شاء الله 100 فُل، وآجي بعد كده أشغّل campaign تانية، الواحد بيبقى بينه وبين نفسه من جوّاه إن هي هتكون قريبة جدًا من الcampaign الأولى، ليه؟ لإن أنا معايا نتايج كويسة، بس في نقطة، في الأغلب أنا واقع مني نقطة توفيق ربنا، لإن هو أصلًا مش في دماغي، أنا معتمد على الحاجات اللي قدّامي، اللي هو أنا معايا data كويسة ومعايا videos كويسة، كمان resources كل حاجة كويسة جدًا، فخلاص باكون عامل وأنا بسم الله الرحمن الرحيم أنا عارف إن هي كده هتنجح. النقطة دي أنا ذات نفسي باقع فيها كتير جدًا، هي إن الواحد بيقع من دماغه نقطة إن هي أولًا وأخيرًا فعلًا بتوفيق ربنا، مش بذكائنا أبدًا، عشان كده إحنا مطلوب مننا نفكّر، ممكن نفكّر في الdashboard وممكن برّه الdashboard وممكن كمان أبعد من كده. طيب نقطة كمان،
من الحاجات اللي كمان بتقابلنا وهي نقطة إن أنا باشتغل على أي حاجة بتيجي لي، وهنا أنا ما أقصدش إن أنت media buyer فخدت الcontent بسم الله يالّا اعمل campaign، لأ مش ده قصدي، ولكن أنا قصدي أنا عارف إن إحنا في حاجات المفروض إن هي بتخالف عقيدتنا أو بتخالف اللي إحنا المفروض عارفين إن هو صح، ولكن بنقول إن يا يوسف الcampaign دي هتطلع على آآ audience معيّنين أو segment معيّنة، فما فيش حد كده هيشوفها تاني، بس في الحقيقة هل الكلام ده صح؟ لأ، الكلام ده مش صح، لإن أنت ذات نفسك عارف إن أنا لمّا باعمل audience معيّنين على فيسبوك أو حتى على غيره من المنصات، في الأغلب في نسبة من الaudience غير اللي أنا حاططهم بيشوفوها، أو أصلًا audience اللي معايا مش صح 100%، دايمًا في نسبة مش مضبوطة. طيب برضه ده معناه إيه؟ ما ده ممكن يكون بيأثّر على النقطة اللي إحنا كنا لسه بنقول عليها، اللي هي نقطة توفيق ربنا. طيب نقطة كمان، لمّا يكون في عميل جاي لي بمعتقدات غلط، يعني في عميل جاي هو شايف إن هو عايز يصرف $30 في اليوم، $50 في اليوم، ولكن معاه لِستة من البلاد عايز يشغّل عليها، ومتوقع إن هو بعد أول شهر هيحقق رُؤية 5 مثلًا أو أيًا كان الرقم من أول شهر في العموم. في أحيانًا بنقبل عميل زي كده بهدف أو أنا بابُص من منظور تعالَ ادفع بس فلوس وبعدين ربنا يسهّل. طب ما دي كمان نقطة ممكن تكون بتأثّر علينا، وبتأثّر على حتّة توفيق ربنا. ليه؟ لمّا أنا أكون مش مفهّم العميل غير إن هو توقعاته كده غلط، وأنا هاحقق له نتايج مش مرضية في كل الأحوال، غير كده أنا كده ما أتقنتش عملي. طيب برضه معناه إيه الكلام ده؟ واجب من الواجبات اللي عندنا في أي تخصُّص أيًا كان إيه هو، إن أنا في تخصُّصي لمّا ييجي لي عميل عايز يعمل حاجة معيّنة في تخصُّصي، أنا أفهّمه إذا كان ده صح والّا ده غلط، بما إن هو مش عارف، زي أنا طبيعي عايز أبني بيت، طيب أنا البيت ده مش عارف هو السقف المفروض مثلًا ياخد فيه قد إيه، أو العربية دي المفروض تكون فيها قد إيه لإن أنا باسافر كتير مثلًا، المفروض تكون قد كذا حصان والّا إيه نظامها، لإن أنا مثلًا كل أسبوع باسافر 3 مرات. طيب المفروض لمّا آجي أروح أسأل لحد سواء أسأل المقاول أو أسأل اللي في الagency بتاع العربيات، يقول لي المعلومة الصح، ده واجب عليه، بالمناسبة ده مش واجب عليه، ده فرض عليه. لإني زي ما أنا فرض عليّا إن أنا أقول للعميل المعلومة الصح عشان ما يلبسش في الحيطة، هو كمان بقى فرض عليه يقول لي المعلومة الصح. فأنت دايمًا خلّيك فاكر إن الmindset بتاعتك مهم أوي إن إحنا نستخدمها، مهم إن إحنا نستخدمها في كل حاجة، ما تاخدش الحاجة copy paste انتهينا شكرًا على كده، ولا تعمل ده ولا في الmedia buying ولا حتى في حياتك ذات نفسها، لإن فعلًا هتلاقي إن أنت النتايج بتاعتك عادية جدًا، زي ما كنا بنقول كده من شوية الCTR ممكن تشوف playlist كاملة بتشرح إزاي تعلّي الCTR، في ظل إن أنت عندك في الdashboard بايظ، لكن عند العميل هو مبسوط جدًا. هل منطقي إن أنا هاوقّف الcampaign عشان الCTR بايظ بس العميل مبسوط؟ أكيد لأ، مش مهم الdashboard دلوقتي، في حاجة أهم. طيب في حاجة كمان مثلًا أنا باشوفها برضه كتير جدًا، لإن دي من ضمن الحاجات اللي إحنا هنتكلم فيها هي الصحة، وبالتحديد في الgym. كام واحد مننا لمّا بنيجي ندخل الgym بسم الله الرحمن الرحيم، ندخل نلعب سحب عالي، ليه بتعمل إيه يا كابتن؟ باسخّن، حلو جدًا، بس أنت أصلًا عندك تمرينة إيه؟ مثلًا يعني عندك تمرينة إيه؟ ضهر، ممتاز، هتسخّن طبعًا سحب عالي، عندك تمرينة إيه طيب النهارده غير الضهر؟ أو مش النهارده يعني يوم تاني، عندي مثلًا كتف، عندي دراع، عندي رِجل، عندي أي حاجة تانية، السؤال مين قال لك إن أنت تسخّن سحب عالي وأنت عندك أي حاجة تانية غير الضهر؟ حاجة غريبة دي، يا يوسف بتكسّر في المعتقدات ليه؟ فعلًا من أكبر الأخطاء اللي باشوفها، أنت عندك أي تمرينة، عندك كتف، عندك صدر، عندك دراع، أيًا كان، ليه بتسخّن ضهر؟ هو السحب العالي ضهر، ليه بنسخّن ضهر؟ الإجابة لإن إحنا عرفنا إن ده هو التسخين، فبندخل الgym بسم الله الرحمن الرحيم، يالّا نلعب سحب عالي، مش مهم إحنا هنلعب إيه بعد كده، المهم إن إحنا هنسخّن سحب عالي، في ظل إن ده مش صح بالمرّة، المفروض إن أنت بتشوف أنت عندك تمرينة إيه، كتف وليكن، وبتدخل تسخّن حاجة بتسخّن الكتف، مش بتسخّن سحب عالي. مش عندك رجل النهارده وتسخّن سحب عالي، إيه علاقة ده بده؟ فدي من ضمن الحاجات اللي إحنا فعلًا لازمًا نفكّر فيها، عشان كده باقول إحنا محتاجين إن إحنا نفكّر مش داخل الgym بس في التمرين، مش حتى في الdashboard بس، إحنا محتاجين نفكّر في معظم المعلومات اللي بتدخل دماغنا، عشان نقدر نفلتر إيه المناسب لينا وإيه اللي مش مناسب لينا. عايز أضرب مثال كمان في نقطة الgym، أنت ممكن تاخد النهارده تمرينة دراع، تقعد تتمرّن عليها شهرين، وتيجي بعد شهرين كمان بتغيّر التمرينة، أو بعد شهر زي ما يكون مش مهم. الفكرة هل أنت ركّزت أو خدت بالك إيه اللي بيجيب معاك أكتر؟ ما هو مش طبيعي إن أنت نفس التمرينة اللي بتجيب معاك تجيب معايا، ونفس التمرينة اللي بتجيب معايا تجيب معاه، ده مش طبيعي أبدًا، عشان كده حتى التمرين رغم إن هو صح،
تمرين الكتف وليكن فيه 10 تمارين مثلًا يعني، كلّهم صح، بس الفكرة هل أنت هتلعب ال10؟ طب هل أنا هالعب نفس ال10؟ طب فين الاختلاف؟ ما هو أكيد إحنا جسمنا وجيناتنا مش زي بعض، فين أصلًا الاختلاف؟ فخلّيك فاكر إن أنت محتاج تفكّر في كل حاجة، داخل الgym، جوّه الdashboard، في حياتك في العموم، إحنا محتاجين نشغّل دماغنا، لإن دي من أكبر النِّعَم اللي ربنا ادّاها لنا فعلًا إن إحنا نستغلّها كويس، استغلّها في حياتك المالية، استغلّها في حياتك الاجتماعية، استغلّها عِز شغلك في جوّه شغلك، استغلّها وأنت بترفّه برّه. هو السؤال هل أنت كمان محتاج تروح gym والّا أنت ممكن تلعب كورة كفاية والّا أنت ممكن تجري بس والّا أنت أصلًا ممكن تتمشّى أصلًا؟ ففكّر وجرّب كتير وحُط تجربتك اللي بتنفع معاك أنت وامشي عليها، لإن تجربتي احتمال ما تنفعش معاك ولا تجربتك احتمال تنفع معاه، خلّيك فاكر دايمًا النقطة دي. في الأغلب من الفيديوهات الجاية هنبدأ ندخل في الdashboard، مش عايزين نطوّل في الكلام أكتر من كده، هيكون في دردشة من وقت للتاني زي ما قُلنا، ولكن هنبدأ ندخل في الdashboard، هيكون في برضه شوية حاجات حلوة مستنيانا بإذن الله، وأشوفكم الفيديو الجاي، سلام.